زي ما احنا شايفين ادي الحجازيه بتاعتي اهي بعد ما طلعت من الفرن وبردت تماما اهيت. شايفين الوش بتاعها واللون. نبدا بقى نقطعها، نعيد على القطع اللي انت قطعتيه. زي ما احنا شايفين متقطع بكل سهوله، عشان كده لازم ان انت تقطعيها. لو هتلاحظي اي حته كده مش مقطوعه كويس هتتكسر وتتهري معاكي. نبدا بقى نطلع قطعه كده، اوريكي بقى شكلها من جوه عامل ازاي. تطلع اهيت معاكي بكل سهوله. ودي الطريقه الاصليه بتاعتها، ما بيتعملش لها شربات. في ناس ممكن تزود خطوه الشربات كده هتبقى تقيله جامد زياده عن اللزوم. هي مش محتاجه فيها نسبه الشربات في الحشو، ونسبه فيها نسبه سكر في الحشوه، فيها نسبه سكر في العجينه بتاعتنا، فمش محتاجه اكتر من كده عشان ما تبقاش دسمه زياده عن اللزوم. اهيت زي ما احنا شايفين اهي قطعه، والحشوه جميله ما شاء الله. يا ريت لو عجبك فيديو النهارده ما تنسيش تدعمينا بالاشتراك في القناه.